السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض صوص الكراميل في البيت. سهل جدا وبسيط وبمكونات موجودة جدا، اقتصادي جدا، وهينفعكم في كل الوصفات ان شاء الله. لو هتعملوا اي حلويات ومحتاجين فيها صوص الكراميل هنعمله مع بعض بكل سهولة. تمام، بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. اول حاجة بقى هنا هيكون معانا طاسة او حلة او ايا كان اللي هتشتغلي فيه. هنحط كوباية من السكر، مش هنحركها خالص ومش هنحط فيها اي معلقة. هنسيبها كده على نار متوسطة تبدأ تتكرمل براحتها. تمام، ما تحطيش عليها اي حاجة علشان ما يسكرش منك. والسكر اللي بتستخدميه لازم يكون سكر ابيض، سكر ابيض خالص. ما ينفعش بتاع التموين بتاعنا ده، لا هيخرز منك وهيسكر. تمام، بصوا هنا الكراميل اول ما بدأ كده، السكر بتاعنا اول ما بدأ يتكرمل من الجناب بدأت احرك بيه بالمعلقة كده واحدة واحدة كده لحد ما يديني القوام واللون الجلد ده الحلو ده. تمام، بس هنخلي بالنا طبعا علشان ما بين حرق الكراميل ولونه تكة بسيطة. تمام، نزلت بقى هنا بمعلقة من الزبدة، وبعد كده هنزل بكوباية لبن متدوبة فيها معلقة نشا. تمام، هتقلبي بقى كويس جدا لحد ما القوام يسيح معاكي ويبقى كده كريمي وحلو. تمام، بص كده قوامه تمام، هيغلي بس غلوة وهطفي بقى عليه. وهكون مجهزة جار هنا. هنا حطيت ظرف من الفانيليا ورشة ملح بسيطة. تمام، هنحط بقى هنفضي الصوص بتاعنا بقى في اي بولة، في بطرمان، في اي حاجة انت هتستخدميها او هتحفظيها. الكمية دي معلقة السكر عملت لي مج. والبطرمان ده طبعا انا عاملاه برضو تقيل شوية علشان هستخدمه في وصفات او في حشوات تورت او في تزيين جاتوهات والحاجات دي. ما تنسوش بقى سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو.